السلام عليكم. ناس كثير تتساءل لماذا في بعض الناس يتوفاهم الله مبكرا غالبا في مقتبل العمر ولا يعطوا فرصة للتوبة والإنابة إلى الله ويموتوا على المعصية. طيب أليس في ذلك ظلما؟ يعني بينما في ناس آخرين بيكون ربنا عطيهم عمر فبيلحقوا يتوب ويصلح المصايب والسبعة وذمتها اللي كان يعملها في حياته. طيب شو ممكن هذا الشخص يتوب لو ربنا أعطاه مثلا عمر زيادة؟ هاي ممكن عندي وعندك وعند البشر، لكن عند رب العالمين ما في ممكن. في يقين، في كتاب كل شيء مكتوب فيه ومدون ومسجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. طبعا من علم الله بالغيب يعلم بفلان راح يتوب، فلان لا، فلان لو عاش 1000 سنة ما راح يتوب، ما فيش منه أمل، لا أمل يرجى منه. فمن باب العلم بالغيب رب العالمين طبعا يعلم، ما فيها ظلم ولا شيء، حاشا لله، بل هي قمة العدالة. بالعكس هو قبضه بدري لكي لا يتمادى أكثر بالطغيان ويكسب سيئات أكثر ويتورط أكثر، فكانت رحمة فيه. تماما مثل قصة موسى والخضر الموجودة بسورة الكهف. فانطلقا حتى إذا أتيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. طبعا موسى عليه السلام أي نعم نبي ولكنه بشر بالنهاية، لا يعلم الغيب. بينما الخضر طبعا مما أوحى له الله من الغيب بقليل من الغيب يعلم بأنه هذا الطفل لو كبر سيكون طاغية، مش راح حدا يخلص من شره. يعني موضوع الغيب يا جماعة هو أمر يختص بالله فقط، يعني أكبر من قدرتنا على الاستيعاب. وزي ما حكينا عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، بقية الآية. لذلك لا تشغل عقلك المحدود بهذه التساؤلات العجب وبالبحث عن السبب، وارضى بأمر الله وقدره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.